باين بصراحه اللاعب هذا علامة استفهام. انا علامه استفهام في اخلاقه. يعني اليوم شاهدنا بعد تسجيله الهدف، يعني مش معقول لاعب ردة فعل زميله باش يسلم عليه باش يهنيه بالهدف، كيف ردة الفعل اللاعب هذا؟ انا كمدرب اللاعب هذا المفروض يبقى على دكه الحكم، ما عادش يلعب خلاص. لانه مش هو غاضب انه يشعل على دكه البدلاء، وجاء وسجل من ركله جزاء. بنزيما سجل من ركله جزاء، كثيرون يسجلون، جاي يسلم عليه، ولكن هنا هي ضربه جزاء. شوفوا زميله ولكن انا سؤالي سنشاهد الان، شوف ردة الفعل نتاعو، شوف مش معقول اللاعب هذا. يعني تقول له سنعيدها من زوايا اخرى، ولكن الا ينم على ان اللاعب يغرد خارج السرب، لا يتحدث اسبانيا، لا يجتمع مع اللاعبين. اخر مره كانت هناك مأدبة عشاء ما بين اللاعبين، غاب عنها كروس وغاب عنها بيل. كروس لانه يقول انا اتعشى في وقت مبكر وانا مبكرا، وبيل قال بين الساعه 11 اكون نائم، وكانه المدرب ظالمه. نعم، كانه المدرب ظالمه. يعني هو مارادونا جالس على دكه الاحتياط وما يلعبش، والمدرب ظالم. المدرب اعطاك فرص عديده جدا اكثر من اسانسيو. طبعا اسانسيو اللاعب الشاب على دكه الاحتياط ما يلعبش، وبيل دائما يدخل. أتعرف بماذا يلقبوه باقي زملائه في غرفة تغيير الملابس؟ أنا سمعت هذا الحوار لتيبو كورتوا، قال بأنه يلقبونها بالجولفيستا، لاعب الجولف، أي أنه لا يفكر في كرة القدم. الرجل في مدريد ويريد أن يبقى في مدريد لأن الجو رائع وملاعب الجولف متوفرة ويذهب يلعب. احنا قلنا قبل المباراة، قلنا الآن سولاري يختار التشكيلة الأفضل، ولكن هنالك ردات فعل من بعض اللاعبين في عدم تقبلهم للمداورة. هذا ردة فعل مارسيلو. وقلنا جارث بيل واضح من ردة الفعل هو غير راضي على أنه يجلس على دكة البدلاء، ولكن باعتقادي هو مكان الصحيح على دكة البدلاء، لأن لوكاس أفضل منه، وحتى أسينسيو عندما يلعب يكون أفضل منه، وبالتالي شو الحالة ليه غريب معناتها ريال مدريد غريب حاليا. نشوف إسكو، المعاملة مع إسكو ولا مرة ردة فعل من اللاعب هذا مسكين، ولا مرة ردة فعل. واللاعب هذا يلعب ما قدمش مستوى جيد ودائما مصاب. نعم. واليوم اللاعب هذا ردة فعل كانت سيئة. طبعا هذا ردة فعل الفريق الآخر أو الجانب الآخر أو الصحافة الكاتالونية تنتظر مثل هذه المواقف حتى تتحدث عن العلاقة السيئة الموجودة في غرفة تغيير الملابس. صحيفة سبورت عادت إلى هذه الحالة التي كانت بعد تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح، وقالت بهذا العنوان: بيل نو كيسو سيليبرار الجول كون لوكاس فاسكيز، لم يرد أن يحتفي ويحتفل بالهدف، في إشارات وإسقاطات على أن غرفة تغيير الملابس الأجواء ليست خالد في العالم لاعبين الكبار اللي مروا في كرة القدم يحبوا يلعبوا في ريال مدريد. كل لاعب يحب يلعب في ريال مدريد. هو محظوظ يلعب في ريال مدريد، وشريته ب 100 مليون يورو. وش قدم للريال مدريد؟ دائما مصاب على دكة الاحتياط، ودائما يلعب. اليوم الهدف 101 في كم عدد المباريات؟ كريستيانو سجلهم في سنتين. مرة سجل 50 في موسم كريستيانو في 107 مباريات. ولهذا ردة الفعل نتاعو سيئة بالنسبة للمجموعة. دخل المجموعة في مشكلة. حتى انه يطأطئ الرأس. انا لو رئيس النادي او مسؤول، لو رئيس النادي راضي عنه يا كابتن، هذا ما عادش لعبه، لازم يتربى يبقى في بيته اسبوعين ثلاثة. اخر حديث لانشيلوتي قال انه غضب منه فلورنتينو بيريز وساءت العلاقة وذهب وغادر ريال مدريد بعد ان قام بتغييره في مباراة فالنسيا، انه كان عليه ان يمرر الى كريم بنزيما والمرمى فارغ ولم يفعل ذلك، وضاعت الفرصة على ريال مدريد للفوز بالمباراة. فلورنتينو بيريز عاود نفس الشيء مع زين الدين زيدان، وذهب زين الدين زيدان وذهب كريستيانو وظل بيل. لكن الان اعتقد بيل لم يعد الى مكان في ريال مدريد، برايي سيكون واحد وله مكان يا كابتن في قلب فلورنتينو بيريز. ممكن الرئيس يفضل هذا اللاعب، لكن مردود اللاعب لم يعد بالمردود اللي يعطيه الافضليه في التشكيله. واضح هنالك لاعبين هم افضل، وقلنا واضح اللي هو منح فرص كثيره ولعب مباريات كثيره، لكن لم يقدم المردود الطيب. اصاباته كثيره، لا يدخل مع اللاعبين، تشعر بانه منفردا يعني في كل تصرفات، حتى في التفاعل مع اللاعبين، في التسجيل الاهداف، في ظروف المباراه تشاهد انه هو اللاعب بعيد عن اللاعبين بشكل واضح. اليوم حتى عملية عدم الاحتفال مع فاسكيز يعني
مؤشر على ما نقول بانه نعم. اللاعب ليه وممكن ياثر غير على متفاعل. بصراحه ردة الفعل نتاعو ممكن تاثر على المجموعه، طبعا تؤثر على المجموعه، لان او تؤثر على ان على يجب العلاقات استبعاد مع هذا اللاعب المجموعة. معنا. قوه ريال مدريد هي في المجموعه. هي في المجموعه، هي حجه الملابس، ان اللاعبين منسجمين مع بعضهم متفاهمين مع بعضهم، لما يدخل لهم لاعب مثل هذا يعني مشكله. بعدين بكرة اللاعب شنو علاقته انت تلعب وما تلعب؟ هذا قرار مش مدرب. ظالمك نعم. المدرب يلعب فيك وانت مش في احسن حالاتك، في لعيبه افضل منك وجالس على دكه الاحتياط، ايسخو جالس على دكه الاحتياط وما تكلمش، مارسيلو لما مارسيلو يتحدث جالس على دكه جالس الاحتياط، ولا ركز على الكاميرا الى مودريتش. جانب بنزيما. مودريتش في بدايه الموسم جلس على دكه احتياط 5 6 معناتها مباريات، ما ثماش رده الفعل هذه، يعني زميلك جاي يسلم عليك وشاب لوكاس فاسكيز تقوم بالحركه هذه، انا كمدرب يصير يبقى في بيته هذا، طبعا. يبقى في بيته هذا يفسد لي الجو، لانه لا استفدت منه كرويا وزيد اخلاقيا، اللاعب هذا يفسد جو الفريق، ونعرفوا العيشه في المجموعه اصعب شيء. نعم. مو سهل انك تعيش في المجموعه. انا الجزاء كان بامكان لوكاس فاسكيز ان يسددها، نتذكر امام اتلتيكو مدريد اول من ذهب ليسدد في مرمى اوبلاك كان لوكاس فاسكيز، ولكن نتوقف عند بعض الحالات في هذه المباراة. فينيسيوس شاهدنا له